يجي حد فينا يتكلم عن النادي الاهلي يقول لك ستوب، ما تذكرش اسم النادي الاهلي. ليه يا سيد الفاضل؟ يا سيدي الفاضل، ده الناس بتنتقد رئيس الجمهوريه. اسف في التجاوز، ده في ناس بتسب رئيس الجمهوريه، الناس بتسب شيخ الازهر على صفحه شيخ الازهر. انت في عصر مختلف. اهلي ايه اللي ما يجيش ناحيته؟ وانا وظيفتي ناقد رياضي. اهلي ايه اللي ما يتكلمش عنه احمد سالم وهو بيقدم برنامج توك شو رياضي، والراجل له اسمه وله جماهيره؟ ازاي يبقى في رياضه ومفيش عند رضا عبد العال اهلي، يبقى زمالك بس؟ ازاي يبقى الكابتن شوبير وسيف زاهر قاعدين 24 ساعه مفيش كلام غير عن الزمالك وتهديد اوضه اللبس للزمالك وتهجير الزمالك ومحاوله تفريغه من كل النجوم، وحضرتك ما طلعتش مره دافعت عن الزمالك وتاريخه؟ هو مش وظيفتك، بس كنت هقول يا سلام على الرجاحه والعقل والاعلام الحقيقي اللي بيقدمه المنيسي وعادل القيعي، انك بتدافع وبتقول كلمه حق في صالح نادي كبير هو بيمثل قطب تاني لكره القدم المصريه مع النادي الاهلي. ما حصلش. لكن مجرد الراجل بيقول الاهلي وبيتكلم كلام عادي حضرتك شنيت عليه هجوم غير طبيعي. يا كابتن عدلي، هو الخلل فين؟ كابتن عدلي، انت عارف ان احنا بنحترمك لانك تجاوزت ال 80. فيعني انا ارجو انك ما توصلش الناس لدرجه ان هم يتجاوزوا عن عامل السن وعنصر السن. ما هو احنا طول الوقت قاعدين بناخد على راسنا، وللاسف الشديد ما بنعرفش ندافع عن حقوقنا، ما بنعرفش ناخد حقوقنا. نادي الزمالك مسلوب حقوق. نادي الزمالك انت مهمتك سطو على لعيبته وسرقه لعيبته وكباري لعيبته ومدربينه في الاعلام المختلفه، ولو جيت تتكلم تقول لي لا ده احتراف، لو سمحت اسكت، عليك تتفرج وانا بسرقك وما تفتحش بقك. يعني انت عايزني اتسرق اشوف قاعد كده ماسك باص ولا في اتوبيس ورافع فوق واحد حرامي بيمد ايده وبياخد المحفظه من جيبي وما بمسكه ما بقولوش انت بتعمل ايه؟ لان لا، لو سمحت، هو من حقه يسرقك، من حقه يضربك وما توجعه ما تقولش اي. كابتن عدلي، انت ايه السياسه اللي انت بتبثها وبتخلق بيها جيل جديد للرياضه المصريه؟ يبقى جيل شرس. احنا في يوم من الايام عانينا ايام ازمه بورسعيد من التلاسل اللي كان موجود ومن الصدام اللي كان موجود بين جماهير النادي الاهلي وجماهير النادي المصري قبل المباراه اللعينه الشهيره اياها اللي خلفت وراها شهداء ربنا يرحمهم جميعا. 74 شهيد انت لحد النهارده بتقف تترحم عليهم. هو انت ما خدتش عظه او درس من هذه المواقف انت وابراهيم منيسي؟ هو احنا طب انت كان جماهير مصري واهلي، طب ما بالك بقى انه يبقى زمالك واهلي؟ ما بالك بقى ان انا اربي اجيال قايمه على الكراهيه، بحض على الكراهيه، بحض على العنف لا، ده كره قدم، يعني مباريات كره قدم 90 دقيقه وبتنتهي يا كابتن عدلي. كابتن عدلي، راتبك مش هيزيد في قناه الاهلي لما تطلع كل يوم تقطع وتشتم في حد من اعلاميين الزمالك. انت بتتجاوز وتقول لاحمد سالم بكره تقعد جنب اخواتك. يعني انت فسرها لي، لو عندك الشجاعه الادبيه تقدر تطلع تقول لي مين هم اخواتك؟ واذا كان حد فينا يا كابتن عدلي قاعد في البيت بحكم الظلم والجور اللي احنا عايشينه في مؤسسات رياضيه ودايما بنقول في فساد، ما انت عندك ناس دفعت 2 مليون بتاع ده كفاله وما طلعش وبتدافع عنهم لحد النهارده. عندك قضايا فساد مال عام وعامل نفسك مش شايف، جاي بتتكلم عني ولا عن حد بيقول كلمه اهلي وزمالك. احنا هنوصل لمرحله من العته يا جماعه ان احنا نخاف نتكلم في الكوره؟ هترجعونا لزوار الفجر؟ يعني هل ينفع احنا النهارده كل ما حد هيذكر اسم الاهلي هتقوم تعمل لي برنامج وتقعد طول الليل وهاتك يا تقطيع وهات يا رتح جلسات وصلات الرتح اليوميه دي؟ هو طب انا مش هناشد عادل القيع ولا ابراهيم منيسي لان دي وظيفتكم في النادي الاهلي. خلاص، وظيفتكم اعلاميين يعني قاعدين بتعملوا برنامج، ما اعرفش بقى بتعملوه ازاي بس برنامج. هنقول ان دي وظيفتك يا عادل القيع انت وابراهيم منيسي. طب الكابتن خطيب، كابتن خطيب انت راجل محسوب على الناس المؤدبين، هل ده بيمثل ادبك اللي بتقدمه قناه النادي الاهلي؟ طب هل ده بدافع منك؟ طب حضرتك موافق عليه؟ ما انت كده موافق وبتحض على ده ومشارك في ده لانك ما بتوقفوش. كانت الدعوه والحجه زمان مرتضى منصور ما كانش موجود؟ كان موجود ولا ايه؟ وكان عامل لكم ازمه وهات يا صريخ وهات يا بكاء كل يوم. طب ايه الحل؟ طب نرجع لكم مرتضى منصور؟ يعني يعني انتوا ايه اللي يخلي الناس كل واحد يحترم الطرف الاخر؟ كل واحد لا يتجاوز حدوده، هتبقى ازاي؟ تاني بقولها وبمنتهى الادب وبدون هجوم على حد، انا كان نفسي ادور على حاجه انتقد فيها احمد سالم، وانا قلت من الاول والله 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 انا عمري ما قعدت قدام تلفزيون شاهدت برنامج لاحمد سالم، والله لم اشاهد له حلقه في حياتي.
ومع ذلك انا اشهد من خلال مشاهد الفيديو اللي بشوفها انه حد معتدل، حد محترم، حد مثقف، حد منظم، عقليته حلوه. انا مبسوط ان ده الواجهه الاعلاميه اللي بيقدمها لنا مجلس حسين لبيب للرد على عادل القيعي وابراهيم المنيسي وامثالهم. ولو ان دوره مش الرد، ده دوره اعلان قرارات، دوره طرح الامور على جماهير نادي الزمالك. والراجل حتى في قناه الخاصه اللي هو شغال فيها قناه الشمس بيتعامل بمنتهى الادب. وانا ضد انه يخش في سجال مع حد عن طريق قناه الشمس. لا، عادل القيعي تجاوز في حقك وابراهيم منيسي في قناه الاهلي، روح اقعد في قناه الزمالك ورد. ما تاخدش الزمالك برضو الاعلام الزمالكاوي معاك لمكان خاص. اهو انا بتكلم وبنتقد وبقول علشان ما حدش يقول لك ان احنا بس طالعين نتجاوز في حق